عاوزاك تتخيل معايا اللي هقوله لك دلوقتي. تخيل كده في يوم من الايام دخلت ناس غريبه عليك وصحوك من النوم وقالوا لك يلا انت بقيت صاحب شركه تصنيع عربيات. انت فرحت طبعا وقلت هي فلوس، وقمت لابس اشيك حاجه عندك ورايح المصنع بالعربيه الرينج روفر بتاعتك، ويا دوبك لسه ملحقتش تشرب قهوتك في المكتب ولقيت كم من البشر واقف لك جوه المكتب. واحد بيقول لك ان في تاخير في طلبيه المواد الخام اللي هنصنع منها هيكل العربيه، وواحد تاني بيقول لك ان الانتاج وقف في يوم بحاله نتيجه تاخير طلبيه المواد الخام اللي هنصنع منها هيكل العربيه. واحد تالت بقى قال لك ان توقف الانتاج ده خسر الشركه مبلغ وقدره. واحد رابع قال لك عندنا مشكله في المخزن الحقنا. ومعلش صدرتك بمشاكل يا فندم، بس احنا برضو عندنا مشكله مع مركز توزيع العربيات ده، وتاخرنا عليهم في تسليم شحنتهم للعربيات واللي كانت المفروض تتسلم من يومين، وكده احنا ممكن نخسر العميل ده. معلش في كمان عميل اشتكى ان العربيات اللي جات له حصل فيها عيب ولازم الشركه تتحمل مسؤوليه تكاليفه، ونرضي العميل ده والا هنخسره. انت طبعا هتمسك راسك وتقول بس ايه كل ده، انا مش عايزه اكون صاحب شركه وبتاع، انا ايه اللي جابني هنا اصلا، انا اساسا كنت نايم. وقبل ما تاخد شنطتك وتروح يظهر لك حل جميع المشاكل بتاعت الناس دي. الاتش ار يدخل يقول لك بخصوص يا فندم موضوع تعيين سبلاي تشين مانجر جديد للشركه، فالموضوع ده تم خلاص الحمد لله. انت تقول ايه؟ سبلاي تشين مانجر؟ معلش بس فهمني عشان انا لسه صاحي من النوم وجاي من السرير على هنا على طول. يعني ايه سبلاي تشين مانجر؟ ده بيعمل ايه جوه الشركه اصلا وهيحل المشاكل دي كلها ازاي؟ بس عموما قبل ما تعرف المنبه هيرن. وما تقلقش، تعالى انا اقول لك مين هو السبلاي تشين مانجر ده، او بالعربي مدير سلسله التوريد والامدادات، وازاي دوره مهم جوه شركات كتير جدا منهم شركات الانتاج. فانا ده حسن، لو اول مره تشوفني وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. اولا لازم تعرف يعني ايه مصطلح السبلاي تشين وبيعبر عن ايه. بص، هي من اسمها كده هي سلسله فيها كذا عنصر: تصنيع، تخزين، توزيع وبيع، واخيرا خدمه ما بعد البيع. وتعالى نعكس العناصر دي على مثال شركه تصنيع العربيات اللي انت كنت بتحلم ان انت ماسكه. في العنصر الخاص بالتوريد انت محتاج المواد الخام اللي هتصنع منها هيكل العربيه. المواد الخام دي ليها موردين انت بتتعامل معاهم بحيث يوردوا لك اولا باول الماده اللي هتصنع منها هيكل العربيه مثلا، عشان ندخل في العنصر الثاني وهو التصنيع، واللي منه المصنع بتاعك بيشغل خط الانتاج بتاعه علشان يتم تصنيع هيكل العربيه ده. وبعدين ننتقل للعنصر الثالث وهو التخزين، وهنفترض ان شركتك عندها مخازن في جميع انحاء العالم لسهوله التوزيع والبيع، واللي هو العنصر الرابع. وصولا لخدمه بعد البيع للعميل اللي انت بعت له هيكل العربيه ده، وتشوف تقييمه للمنتج عامل ازاي، ولو في مشكله تقدر تصلحها. من الاخر مصطلح سلسله التوريد ده بيمثل كل حاجه تخص المنتج من اول ما كان ماده خام لغايه ما بقى منتج حقيقي في ايد الزبون. ولو تلاحظ معايا كده فالعمليه طويله ومعقده جدا وبتحتاج تخطيط، عشان كده كان اساسي ان يكون في واحد بيخطط وبيشرف على جميع عناصر السلسله دي. وده بيقلنا بقى للجزء الاهم، وهو ازاي السبلاي تشين مانجر بينظم العمليه دي كلها، وايه هي اهميه تنظيم العمليه دي. دلوقتي الشركه اللي انت ماسكها دي انت حاطط لها تارجت بيع 100 عربيه كل شهر مثلا. مدير سلسله التوريد بقى بيشوف التارجت ده هيحققه ازاي. 100 عربيه لازم لهم مواد خام قد ايه، والمفروض المواد دي توصل امتى. لازم توصل في وقت معين عشان التصنيع ما يتاخرش، فبالتالي بينسق مع قسم التوريدات جوه الشركه بحيث ان المواد الخام دي توصل بكميات معينه في وقت معين عشان تدخل مرحله الانتاج في الوقت المظبوط، لان مش في صالح الشركه ابدا انها توقف خط الانتاج او تعطله. انت بتبقى فاكر ان الخط هيرتاح لو وقف، بس العكس هو اللي بيحصل. تكاليف تعطيل خطوط الانتاج غاليه جدا عن الشركه، وعلى فكره مش في مصلحه الشركه كمان انها تجيب مواد خام بكميه زياده عن اللي الشركه محتاجاها، لان الحاجات دي بتتخزن في المستودعات الخاصه بالشركه، وتخزينها ما بيكونش عشوائي، في ظروف معينه لازم تتوفر عشان يتم تخزين المواد الخام دي. ولو المواد الخام دي جرى لها حاجه نتيجه طول مده التخزين، الشركه كده هتخسر مش هتكسب. فالتوقيت والتخطيط مهم. خلصنا بقى قصه المواد اللي هنصنع بيها، ندخل بقى على مرحله الانتاج، واللي بيها مدير سلسله التوريد بيتابع مع قسم الانتاج بحيث نشوف هل الانتاج ده بيتم بتكلفه معقوله ولا بيكلفنا مبلغ كبير، وهل ممكن نعمل خطه اللي بيها نقلل تكلفه الانتاج وتفضل جوده المنتج زي ما هي واعلى كمان، لان ممكن لو خفضنا تكلفه الانتاج نوفر ميزانيه لحاجات تانية او نقلل سعر المنتج على المستهلك، فكده احنا كسبنا. ندخل بقى على مرحله التخزين، ودي شرحنا جزء منها في قصه تخزين المواد الخام، بس في برضه تخزين المنتج الخاص بالمصنع نفسه في المخازن المختلفه التابعه للشركه. وهنا مدير سلسله التوريد بيتابع اولا باول المخازن وبيشوف فيها مكان ولا لا. هنتعامل ازاي مثلا مع الفائض؟ هل الحاجه بتتسحب على طول ولا بتقعد؟ وده ينقلنا لجزء الشحن والتوزيع. شركتك عندها عدد من العملاء بتصدر لها منتجاتك،
فلازم نشوف هنشحن المنتجات دي ازاي. عندك شركه شحن بتتعامل معاها مثلا؟ طب هتشحن بري ولا بحري ولا جوي؟ ايه هي المده المحدده لتسليم المنتج؟ لو التسليم اتاخر هتعمل ايه؟ هل عندك خطه لوصول المنتج للعميل بشكل اسرع؟ يعني مثلا لو احنا وفرنا مصنع ومستودع في نفس المنطقه اللي فيها العملاء بتوعنا، وقدرنا نوصل المنتج بتاعنا للمستودع قبل وقت التسليم بوقت معقول، مش ده يخلينا اسهل واسرع في الوصول للعميل وتدينا ميزه تخلي العميل بتاعنا يتعامل معانا مش مع حد تاني؟ من الاخر، متابعه المخزن ووضع خطه للتخزين والتوزيع حاجه ضروريه جدا للجزء الاخير من السلسله، وهو خدمه ما بعد البيع. انت المفروض تلاقي ردود فعل كويسه جدا من العميل، وتتابع مدى رضاه عن المنتج والخدمه كلها عموما، من تصنيع وتسليم وغيره. والاهم بقى ان لو عنده مشكله معينه يبقى عندك خطه ازاي تحلها. يعني هل مثلا قسم الشكاوى اللي عندك بيرد بسرعه وينقل المشكله بشكل سريع بحيث تتحل بشكل سريع، ولا المشكله بتفضل متعطله وما بنوصلش النتيجه؟ هل منتجاتك فيها عيب؟ ولو فيها عيب هتقدر تصلح العيب ده ازاي وترضي العميل؟ عندك فريق صيانه مثلا يقدر يروح للعميل؟ ولو عندك هيروح له في وقت قد ايه؟ خدمه ما بعد البيع من اهم العناصر جوه السلسله، لان العميل ده هو اللي بيجيب لي فلوس. لو خسرت ورحت لحد تاني سمعه الشركه هتتضرر وسمعه المنتج معاها. فلازم يحط خطه مناسبه للتعاون مع المواقف المشابهه، ويحاول يحسن من جوده الخدمه دي بكل الطرق. لو تلاحظ في كل عنصر من العناصر انا بقول لك خطه خطه خطه. ايوه، التخطيط الناجح للسلسله دي هو اللي بيميز الشركات عن بعض، وحاليا الشركات بتتنافس على تحسين جودتها من خلال تحسين جوده اداره السلسله دي. الراجل ده مش بس بيحط خطط مناسبه لتحسين كفاءه تصنيع المنتج وتوصيله، هو كمان بيتابع مع جميع اقسام الشركه من حسابات ومشتريات ومخازن وشحن ومبيعات. لما تعين مسؤول عن جميع العمليات دي فانت كده بتضمن ربط العمليات دي كلها ببعض وتنظيمها، وكمان مرونه في الانتقال من مرحله لمرحله وصولا للعميل. من الاخر ما ينفعش كل قسم يشتغل في اتجاه مخالف للاقسام التانية، احنا ماشيين في نفس الاتجاه، بنكمل السلسله للاخر ونرجع نبداها من جديد بنظام، وهكذا. انا كده الحمد لله شرحت لك الراجل ده بيعمل ايه بالظبط، وانت اكيد استوعبت مدى اهميه المجال واهميه الراجل ده اصلا جوه الشركه. فتعالى بقى اقول لك ليه خريج تجاره مناسب للوظيفه دي. خريج تجاره بيدرس في الكليه حاجات تتعلق باداره الاعمال، مبيعات وتسويق وازاي يعمل دراسه جدوى، بيدرس كمان محاسبه وعلاقات عامه، ده غير دراسه تحليل البيانات. كل الكلام ده بيؤهله لتنظيم اداره العمليه المعقده اللي شرحتها لك دي، العمليه اللي فيها وضع خطط تقليل التكاليف والتنسيق مع الموردين والعملاء والتحليل المستمر لجميع مراحل العمليه دي. عشان كده هو مناسب جدا للوظيفه دي. وبالمناسبه احنا عملنا حلقات عن بعض اقسام السلسله دي، زي حلقه مدير المشتريات والمبيعات والتسويق والعلامه التجاريه، تقدر تروح تشوفهم، هسيب لك الروابط بتاعتهم في صندوق الوصف. المثال اللي شرحناه فوق ما كانش فيه تسويق وعلامه تجاريه، ولكن فكر فيها كده شويه هتلاقي ان عشان اقنع العميل بالمنتج لازم اسوقه له، ولازم بالتبعيه اربطه بالعلامه التجاريه بتاعتي. تقدر تعتبرهم عناصر فرعيه داخل احدى العناصر الرئيسيه اللي كلمتك عنها. ونيجي بقى لنقطه المهارات. في شهادات ممكن تاخدها اللي بيها تقوي الكارير بتاعك، زي شهاده CSCP، ودي اختصار لسيرتيفايد سبلاي تشين بروفيشنال، وشهاده CPIM، ودي اختصار لسيرتيفايد ان برودكشن اند انفنتوري مانجمنت. ولان التكنولوجيا دخلت في كل حاجه في حياتنا فانت لازم تواكبها، ومن ضمن المهارات المطلوبه للوظيفه دي انك تكون عارف تستخدم ERP سيستمز، وده كلمتك عنه في ريل منفصل تقدر تروح تشوفه من صندوق الوصف. الريل ده هيشرح لك ايه هو السيستم ده وازاي قدر يربط جميع عناصر الشركه ببعض بسهوله، غير طبعا مهاره استخدام المايكروسوفت اوفيس زي الاكسل والوورد. وعاوز اضيف حاجه سريعه، ان المجال ده متاح لغير خريجين تجاره، يعني لو واحد عارف عنصر من العناصر دي فقد يكون مناسب للوظيفه، ولكن هيحتاج ينمي نفسه في المهارات المتعلقه ببقيه العناصر واللي خريج تجاره بيتخرج بيها اصلا. من الاخر المجال مرن، ولكن خريج تجاره هو الانسب. فبس كده، دي كانت حلقه بتتكلم عن مجال مهم جدا في سوق العمل، مجال كده اللي بيحبوا التنظيم والتخطيط والترتيب، مجال جواه حاجات كتير جدا بيعلمك مهارات متنوعه. فشاركونا رايكم كده في التعليقات عن الحلقه، وهل حبيتوا المجال وسمعتوا عنه قبل كده ولا دي اول مره؟ ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. الحاجات دي بتساعد المحتوى ان هو يتطور اكتر واكتر. وما تنسوش تشيروا الحلقه والقناه مع صحابكم اللي حابين يعرفوا مجالات مختلفه عن سوق العمل ويعرفوا عن كليات مختلفه. وشكرا مقدما طبعا، واشوفكم باذن الله في حلقه جديده. سلام عليكم.